السلام عليكم حبايب قلبي. ان شاء الله هنشوي النهارده لحمه. معانا المكونات بتاعتها. معايا عرق فليتو، جايبه تقريبا منه 2 كيلو ونص عرق فليتو. واحيانا بنشوي اللي هو الجزء اللي في الظهر، يعني بتروحوا للجزار بتقولوا له انا عايزه كيلو او 2 كيلو اللي هو الجزء اللي في الظهر. ده احلى حاجه للشوي، انا جربتها. انا معرفش في ناس تانية بتجرب انواع تانية. هقول لكم المكونات بتاعت التتبيله. معايا 2 زبادي الحجم المتوسط، لو ما فيش الحجم ده في نجيب 3 من الصغير. معايا ربع صويا صوص، ربع كوباية صويا صوص، فنجان خل، نص كوباية زيت زيتون. المكونات بتاعت التتبيلة: بصلتين متوسطين، نص قرن فلفل، اللي هو لو كبير يبقى نص قرن فلفل رومي، لو صغير يبقى 3 صغيرين جدا. نص راس توم. التوابل معانا: معلقة الصغيرة دي معلقة بابريكا، معلقة بهارات مشكلة، معلقة فلفل اسود، مع نص معلقة كاري، معلقة كزبرة ناشفة، نص معلقة اللي هي جنزبيل مطحون وما نكترش. ان شاء الله معانا معلقة 3 معالق من الصغيرة دي ملح. خليكم معانا وشوفوا الطريقة هتبقى ازاي. المفروض ان احنا هنطحن المكونات ديت في الخلاط او في الكبة، وخليكم معانا نشوف الطريقة. هنحط البصل في الكبة ومعاه الفلفل ومعاه الثوم، تمام، وهنضربه في الخلاط في الكبة. هفصل بس عشان الصوت. المفروض هنحط التوابل وكل حاجة معاها. نحط الزبادي. الزبادي ميزته ان هو بيطريها جدا وبتبقى جميلة. هنحط الزيت، نحط الخل، نحط الصويا صوص، اخر حاجة معانا هنحطها التوابل، وهنضربها في الخلاط او في الكبة، معلش الكبة. بصوا يا جماعة، انا هنا اهوت خلاص طحنتها وده شكلها تمام. هنفضيها في اللحمة وهوريكم نعمل ايه. خليكم معايا. احنا كده معانا اللحمة اهي وبالخليط تمام. طبعا لبست الجلافز عشان الناس بس طبعا مش هينفع ان احنا نقلبها بمعلقه، لازم ايدينا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عارفه مين اللي اخترع الجلافزات دي. كده معانا ثواني بس. احنا كده تبلنا اللحمه، وده كده شكلها بعد ما اتبلت. المفروض ان احنا نحطها في التلاجة لمدة 4 ساعات على الاقل، ما ينفعش يكون اقل من كده، لان لو اقل من كده التتبيله نفسها مش هتدخل في قلب النسيج بتاع اللحمه. فاحنا عايزين اللحمه متبله عشان في الشوي نحس بطعمها. هنغطيها بالاسترتش او بشنطه او بغطا ايا كان، ونحطها في التلاجة لمدة 4 ساعات. بس انا هحطها من بالليل للصبح،
وان شاء الله بكره نشوف الوضع ماشي ازاي. خليكم معايا بقى. هنا يا جماعه اللحمه المشويه احنا رصيناها هنا على الشوايه، وده كده شكلها. وطبعا نقلب دي، هوريها لكم بعد ما اقلبها. بصوا الشكل، ايه رايكم؟ احلى وشوي بيكون على الفحم، بيبقى جميل جدا والطعم بيبقى رائع. شوف مع بعض الشكل النهائي. بصي بقى، ايه رايكم؟ دي كده خلصت. شوي مع اللحمة. يا سلام يا سلام يا سلام، ايه رايكم؟ بجد فعلا على راي ابني تحفه. هم عيالي احنا يعني بصي منعاهم بالعافيه، مش شايلين ايديهم خالص. ايه رايكم؟ دي اللحمه الفيليتو اللي انا بقول لكم عليها، بتبقى جميله جدا جدا في الشوي، وبتبقى طريه قوي قوي. ايه رايكم في المنظر؟ بصوا يا جماعه، ده كده شكلها. ايه رايكم في طراوتها؟ طريه جدا وطعمها جميل جدا. ندوقها كده. تحفه، جربوها. ايه رايكم يا جماعه؟ ده الشكل النهائي لطبقنا. يا رب يعجبكم، وان شاء الله ينول اعجابكم في التتبيله والشوي والطعم وكل حاجه. السلام عليكم.